المجاورة، وهي صاحبة الدوريات في التعليم. لست بكاذب أو مدعي، وإنما رجعت إلى الوراء في 66. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحييكم بتحية السلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني نشكر شباب القرية لأنهم يقومون بجهد عظيم إن شاء الله، فإن الشباب هو القلب الواعي، وهو العمود الفقري لأي أمة من الأمم، وهو عماد حضارتها وسر نهضتها وأمن مستقبلها، لأنهم في سن البذل والعطاء، وفي سن التضحية والفداء، فمن ذلك بعقولهم وأفكارهم وبسوارهم تتقدم المجتمع، وهم القوة بين الطرفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقد اعتبر الإسلام عناية طارئة بالشباب، ووضح لنا ما يكون لهم بالمجتمع، ووجههم للخير والبناء والإصلاح والعطاء، وهم الثروة الحقيقية. ونرى أن القرآن الكريم قد صور صورة عظيمة للشباب في قصة أصحاب الكهف، وهم كانوا شباب قاموا داعين لتوحيد الله في مجتمع ضغط فيه الوثنية وانتشر فيه الإلحاد، فقال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. العلماء قالوا على كلمة فتية، قالوا هم الشباب، فهم أقبل على الحق وأهدى السبيل من الشيوخ، فكان الشباب هو صاحب الحضارة وصاحب التقدم في المجتمعات. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يختبر ذكاء الشباب،
فكان يقول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن من الشجر شجرة لا يسأل ورقها. الرسول يسأل الصحابة وكان معهم عبد الله بن عمر كان صغير شاب فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. الشاب فوقع القول أنه شجر الباري يعني وقع في رأيهم أنه شجر الباري فلم وقال عبد الله بن عمر وكانت في عقلي وفي فكري أنها النخل فاستحييت من ذلك. حدثنا عنها يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هي النخل. فقال عبد الله بن عمر انها وقع في راسي انها النخل ولكنني استحييت. فهذا يرويه عبد الله بن عمر. وكذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يستخدم الشهاده وكانوا في منصبه. اولا عين مصعب بن عمير وكان اول سفير في الاسلام. وكذلك عبد الله بن عباس لما قال مش حد الا الرب هو ربنا فكان عبد الله بن عباس قال كنت راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا غلام انا اعلمك كلمات احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. واخيرا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقدم أخيرا الأستاذ المنسق الحرفي لمركز الرباط الثقافي فليتفضل مشكورا. أيوة أنا عندي فكرة، أنا عندي واحد هيك السنة